مشاهدينا اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا النيل اليوم على قناة الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم عن مصطلح غربي اتصدر لنا من المجتمع الغربي فقلب كيان المجتمع الشرقي وبالاخص المرأة الشرقية، الا وهو strong independent woman، المرأة القوية المستقلة بالعربي. مش بس كده، ده كمان المرأة بدأت تساوي نفسها بالراجل، وبدأت تدخل في مقارنات كتيرة بينها وبينه، وبدأت تزاحمه على المناصب وفي الوظائف، مع ان ربنا قال وليس الذكر كالأنثى. طيب خلينا كده نستعرض مع بعض 3 نقاط في الامر ده. اول حاجة هي المرأة اصلا بطبيعتها كائن رقيق ضعيف، وده طبعا مش رأيي الشخصي، ده رأي النبي صلى الله عليه وسلم لما شبهها بالقارورة، والقارورة يعني زجاجة سهلة الكسر او رقيقة جدا. ليه؟ لان المرأة بالفعل كده هي كائن رقيق جدا، هو ده المعنى الحقيقي للمرأة. تاني نقطة، ان ربنا جعل القوامة للرجل لما قال في الآية الكريمة، لما قال في سوري عفوا لما قال ان الرجال قوامون على النساء بما يفضل الله بعضهم على بعض. طب القوامة هنا معناها ايه؟ معناها ان هو مسؤول مسؤولية كاملة عن المرأة في إدارة مصالحها وفي الحفاظ عليها وفي الاهتمام بها، سواء كان الراجل دوت أخيها، سواء كان أبوها، سواء كان زوجها. المهم ان هو مسؤول عنها مسؤولية كاملة. وفي نفس الوقت برضو قال لها ان انت تهتمي بنفسك وتظهري كامل اناقتك في المنزل، وتاخدي بالك من بيتك وزوجك واولادك، وهو ده المعنى الحقيقي للاستقلالية. ثالث نقطة بقى، زي ما جعل للمرأة حقوق جعل عليها واجبات. كلنا عارفين ان المرأة مدرسة، المدرسة يعني اعمدة قوية جدا. طيب هيبقى العمود قوي بايه؟ بالثقافة، بالعلم، باهتمامها بأسرتها، بان هي تربي اولادها تربية صحيحة ونشء صالح، وهو ده المعنى الحقيقي للقوة. وفي طبعا امثلة، يعني ابسط مثال القائد محمد الفاتح. اصبح محمد الفاتح يعني لو رجعنا للطفولة بتاعته هنلاقي ان والدته كانت بتاخده وهو طفل وتوريه اسوار القسطنطينية وتقول له ان انت اللي هتفتحها. هو كان طبعا طفل، ولكن هي كانت دايما بتدعي ربنا ان هو يحقق الامنية دي، وفعلا بقى كده. ليه؟ لانه كان وراه فعلا قوية. هو ده المعنى الحقيقي فعلا لقوة المرأة. في النهاية انت ليكي حرية الاختيار، تعيشي حياتك بطريقتك، وتعيشي بحقوقك، وتعيشي بواجباتك، وبرضه ما تنسيش نفسك وتهتمي بنفسك وتحققي ذاتك في المجتمع. بس ما تنسيش دورك الاصلي، وما تنسيش ان ربنا هو اللي خلقك كده وخلقك انثى. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، ان شاء الله فقرات تانية. دمتم في امان الله.